قناة الاعتصام بالسنة نجاة تقدم لكم. والغش كما هو معلوم هو إخفاء العيوب وإظهار السلامة، أو خلط الشيء الرديء بالشيء الجيد وإظهاره مظهر الجيد، وهكذا في جميع الأمور، سواء كان ذلك في الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، سواء كان في المعتقدات أو في العبادات أو في المعاملات، فكل ذلك يسري ويجري فيه الغش. وكم حصل من الغش في هذه الأبواب كلها، والله المستعان. الغش صفة ذميمة خطيرة هلك بسببها وهلكت بسببها معايش ودول، وهلك بسبب هذه الصفة كذلك أيضا أسر بسبب الغش الحاصل عند كثير من الناس ولا يخافون الله سبحانه وتعالى، ودمر بسببها أموال وحقوق للناس بسبب الغش. إذن ينبغي علينا جميعا أن نحارب هذه الصفة، أولا في أنفسنا وفي أهلنا وفي مجتمعنا، فقد كثر أصحاب الغش في هذه الأيام لا كثرهم الله.